الجو ده بصراحة مثير لإن إحنا نتناقش ونتجادل، ويعني نتكلم في شيء كده إحنا محتاجين ننهى عنه. خلّينا بقى نحكي كده شويتين، خلّينا نتكلم بس عن السطحية، عن الناس اللي ممكن تختزلك في شيء معيّن، اللي ممكن تحكم عليك من برّه، اللي ممكن تحكم عليك من نوع موبايلك. أنا فاهم إن ناس كتير حكت وهارت في الموضوع ده، تمام، بس كل إنسان زي ما بتقول بيكون عنده وجهة نظر معيّنة في اتجاه معيّن بيحاول إن هو إيه، يحكيها او يقولها او كده. فلو انت اول مره تشوفني اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس لو بيعجبك النوع ده من المحتوى. اعمل لايك وشير الفيديو لصاحبك السطحي الغبي. المهم، ولو انت يعني شخص متابع ليا فشكرا انك انت مستحمل التخلف اللي انا بعمله في الفيديوهات. ويلا نبدا نتكلم في كم من نقطه كده يعني. خلينا نشوف. في البدايه خليني اقول لك انه العالم فيه اشكال وانواع واختلافات وافكار مختلفه واديان اخرى وناس كتير، ناس كتير جدا، ناس كتير جدا يعني. لا تخيل ان تعداد العالم ده 8 مليار انسان بالظبط يعتبر، او حاجه زي كده. فتخيل في 8 مليار انسان. لازم افهم انه في اختلافات، افهم انه في تنوع، افهم ان في الوان كتير من البشر. يعني الموضوع حاليا مش مقتصر على السلاله القوقازيه الزنجيه والمغوليه. مفيش يعني، مش الثلاثه دول بس حاليا. يعني من كتر ما العالم كبير الاعراق اختلطت، فما بقاش فيه عرق صافي بنسبه 100%. فانت متخيل الموضوع وصل لحد فين؟ الموضوع كبير. فلو احنا هنعيش في العالم ده منغلقين على بعض، او بمعنى اخر مش بنحاول نتفهم الاختلافات الاخرى، وكل شيء مش شبهنا هنكرهه، فاحنا كده هنعيش في شيء شبه الجحيم ان لم يكن هو الجحيم ذات نفسه. فايوه بالظبط، في اختلافات كتير. انت اتولدت، يعني ربنا جابك الدنيا فكر محدد بشكل معين كده. يعني انت اتولدت في الدنيا دي، اتربيت تربيه، خدت منها فكر معين، خدت منها ديانه معينه، خدت منها من جيناتك لون معين وصفات جسمانيه معينه. اصبحت انت الشخص ده، تمام، الشخص اللي انت عليه. تخيل ان كل انسان في العالم اتولد بنفس الطريقه، تمام، وخد تربيه معينه، خد شكل معين، خد افكار معينه، خد دين معين، خد اشياء معينه بالكامل تخصه لوحده. فهنا لازم نفهم ان الاختلاف ده يعني المفروض نهدى ونتفهم الاختلاف، نتفهم ان في فكر معين تاني غيرنا في اشياء كتير. احنا مش مضطرين نقتنع باي شيء مختلف عننا، مش لازم نتبناه، لكن الشيء اللي احنا محتاجينه بس ان احنا نتعايش ونتفهم وجود الاشياء الاخرى كشيء موجود في العالم زي ما احنا كلنا موجودين، علشان ما تبقاش جحيم. زي ما قلت لك انت مجرد ضيف في العالم، كلنا ضيوف. احنا العالم ده مش بتاعنا، يعني احنا لم نساهم في اي شيء في ان العالم ده يكون بتاعنا، تمام. احنا بس اتخلقنا، ربنا خلقنا في الكوكب ده، والكوكب يعني مش بتاعك، تمام، مش بتاعك لوحدك. ومش بتاعك لوحدك هنا انا بقصد كل البشر. ايوه الكوكب مش بتاعكم لوحدكم، تمام. الكوكب فعلا فيه مثلنا، حيوانات كتير، والمملكه الحيوانيه دي افهمك ازاي ان هي اساسا فيها اختلافات من جوه. كل كائن حيوي حيواني بعيدا عن الحيوانيه دي كلها، بس فعلا كل الكائنات الحيه دي هي ضيوف معاك على الكوكب. احترم وجود الحيوانات دي على الكوكب، واحترم وجود البشر. يعني هو انا اصلا مش عارف انا بكلمك في ايه. هم البشر اغبياء لدرجه ان هم مش بيحترموا وجود بعض في الكوكب، مش بيحترموا ان هم ضيوف عند بعض، مش بيحترموا ان كل واحد ملوش غير مساحه معينه بيعيش فيها. فانا بطلب منهم يعني ان هم يحترموا الكائنات الاخرى. انا حاسس ان انا بناقش حيطه سد، بس ما علينا. انا عندي امل ان في ناس كويسه بيننا وبين بعض. احنا ضيوف في الكوكب ده، ماشي، لينا الحاجات اللي بنحبها ولينا الحاجات اللي بنكرهها، لينا الاشخاص اللي بنحبهم ولينا الاشخاص اللي ما نعرفش عنهم شيء. آه كلنا مجرد ضيوف يعني، كده ضيوف، فاهم؟ فخليك خفيف، خليك هادي، خليك لذيذ لحد يعني ما تواجه وجه رب كريم، فاهم؟ بس احنا ضيوف، يعني احنا مش ما ساهمناش في ان احنا نبني الكوكب كله. احنا بنينا الاشياء اللي على الكوكب، بس احنا ما خلقناش الكوكب نفسه، فاهم؟ فكلنا من حقنا نبني في الكوكب، كلنا من حقنا اننا يكون لنا مساحه في الكوكب، يكون لنا مساحه في الاراء، في الافكار، في الاختلافات، وهكذا. انا حاليا حاولت اوريك مدى كبر الكوكب اللي احنا عايشين فيه، ازاي هو واسع، ازاي الكوكب ده كبير، ازاي الكوكب ده اكبر مما نتخيل. ويعني عقلنا يجيبنا في ان احنا نفهم. زي ما فهمتك كده، وانت اكيد فاهم ومتعلم، انت راجل كبير، انا بس يعني ايه، الالفاظ بتخني شويه. زي ما قلت لك ان الكوكب ده بالكبر ده، فانت افهم بقى ان القطعه اللي انت عايش فيها مش هي الكوكب. القطعه اللي انت عايش فيها لازم توسع مداركك ابعد منها، تمام.
لازم تكون فاهم ان الكوكب ده اكبر من القطعه اللي انت عايش فيها، لان الكوكب كبير، ناس كتير، الافكار والمعتقدات والانحيازات والحاجات اللي بتتحب والحاجات اللي بتتكره وكل ده كتير كتير جدا، كتير اكبر من اللازم. فانت علشان تعرف تتعامل في الكوكب ده بالطريقه الصح جدا، المفروض انك انت تتفهم وجود الاشياء الاخرى. انت فاهم وجود الاشياء دي بعيدا عن الحب والكره، ده شيء ملوش علاقه بالموضوع. انت ممكن تحب وممكن تكره، لان ده طبيعي، لكن تفهم وجود الاشياء ده شيء اساسي لازم يكون حاصل. المنطقه اللي انت عايش فيها معلش كلها اشخاص شبه بعض، كلها اشياء بتحصل بطريقه متكرره، ففي بقى مليون منطقة زي المنطقة اللي انت قاعد فيها فيهم اختلافات. يعني هم مختلفين عن المنطقة اللي انت عايش فيها، البقعة اللي انت عايش فيها. شوف بقى ان في مليون منطقة تاني، خليك فاهم ان هم هيكونوا مختلفين. انا مش بقولك انك انت لازم تتبنى الاشياء اللي بتحصل في المنطقة دي، او انك انت تغير من دي لدي، لا، انت المفروض تفهم وجود دول وهم المفروض يفهموا وجودك بس. يعني هي دي الفكره. انت دلوقتي في شخص في جزر السافانا او في جزر بتاع ده اللي في البرازيل او في اي جزر يعني منعزله عن العالم، هم مجرد قطعه من كوكب كامل ماشي، ليهم عاداتهم، ليهم افكارهم، ليهم تقاليدهم، ليهم كذلك انتوا الاثنين نفس الشيء. فاهم؟ اي نعم انت مش هتقابل حد من جزر الامازون او الاماكن دي، ايوه انا فاهم، لكن ده من مجرد مثال. يعني صاحبك اللي من شبرا ماشي اكيد عنده شويه افكار مختلفه عن صاحبك اللي من الشرقيه او الشرقيه. فنحترم بعض، نتقبل بعض، لان الموضوع مقرف واحنا مش ناقصين، فمحدش يجي يكب زبالته عندنا، محدش يجي يقرف اللي خلفونا. نفهم بعض، انا متفاهم وجودك، متفاهم افكارك، متفاهم مبادئك، متفاهم، انا معاك للاخر، اعمل اللي انت عايزه ماشي، لكن لا تتعدى على حريه الاخر، ولا وما تقرفش الاخرين. ده بس كل ما في الموضوع. نيجي لاخر نقطه واهم نقطه، اهم نقطه فعلا، هي الاختزال. الاختزال نوع من انواع السطحيه. ما ينفعش ان انا اختزل او اعمم. يعني انا سمعت مثلا عن اهل المنوفيه مثلا بخله، او الفلاحين لقمه، او مش عارف ايه قلالات ادب ماشي. مفيش الكلام ده تعميم خاطئ بنكسره ماشي، بان مفيش شخص يشبه شخص تاني بنسبه 100% اصلا. خلي بكلمك في شخصين، مفيش شخصين بيثبتوا ان هم، مفيش شخصين ممكن نثبت ان هم نفس الشخص بنسبه 100% علشان نعمم شيء كامل على ناس كتير. ما ينفعش برضه ان انا اختزل صاحبي اللي من عندنا من المنيا مثلا او بتاع، ما ينفعش اختزله في كونه مثلا ايه اي صفه سيئه موجود. عندنا صفات سيئه، اكيد عندنا صفات سيئه، يعني ما هو مش ملائكه، بس ما ينفعش ان انا اختزل الشخص ده في صفه واحده. تمام؟ ما ينفعش اختزل شخص معين بان هو شيء معين. ما ينفعش اختزل محب بريكنج باد في ان هو محنك. ايوه هو محنك ماشي بنسبه كبيره، بس ما ينفعش اختزله في كده لان هو عنده حياه تاني غير بريكنج باد مثلا. ده مثلا يعني انا مش عارف اوضح لك اكتر من كده، مش عارف اقول ايه. طيب فما ينفعش اختزل حد في نقطه واحده، ما ينفعش اختزل انسان في كونه حاجه واحده. المشاعر البشريه كتير وعميقه، وفيها الكره وفيها الحب وفيها اللا حب وفيها اللا كره وفيها اللا شيء، وفيها نوع من انواع الانحيازات، فيها الاشياء اللي بتاثر عليها. فما ينفعش ان انا اختزل كل ده في نقطه واحده، دي مصيبه ماشي. فيا ريت نفهم او نحاول نستكشف الجوانب الاخرى من الاشخاص اللي احنا مهتمين بيهم، لان لو في اشخاص احنا مش مهتمين بيهم فالموضوع كله مش مهم اصلا ماشي. او في تعاملنا مع الاشخاص الاخرين، فاحنا نحاول نفهم ان انا ما ينفعش اختزل شخص في حته واحده. شخص بيشتغل كتير جدا ما ينفعش اختزله في ان هو حمار شغل ماشي، هو حمار شغل مثلا، لكن دي نقطه من الحاجات اللي هو بيعملها الكتير المفروض في حياته. ما ينفعش اختزل الهندي في ان هو بيصحى الصبح يعبد بقره وينام، يصحى الصبح تاني يعبد البقره وينام. مفيش الكلام ده. في ناس بتشتغل في برمجه، في ناس بتشتغل في شرح المناهج، في ناس بتشتغل في ألف شيء، لان هم مليار و400 مليون، ما ينفعش اختزلهم في حته واحده. فدي الفكره، هي دي الفكره، لا نختزل. واقصد ان احنا برضو نفهم ان احنا كلنا ضيوف في الكوكب ماشي، كلنا كام سنه وهنتكل على الله ماشي، كلنا عندنا اختلافات وافكار معينه، كلنا برضو مجرد اشخاص، مجرد بشر ماشي. كلنا مفيش شيء اتخلق مخصوص لينا. لازم نوسع المدارك لوجود اشياء غيرنا، وجود عالم يعني، فاهم؟ وجود كوكب فيه اشياء كتير غيرنا، زي ما احنا جزء مختلف عن العالم. فاهم الفكره؟ هو الموضوع يعني هتعمل كذا هتاخد كذا، مش شرط، ده مش شرط بنسبه 100%، لكن ده اللي المفروض يحصل. مش كل شيء مفروض بيحصل، ولكن
على قد ما تقدر استمتع بالسعادة وتقبل الحزن، تفهم الآخرين وحاول تعيش بسلام. بس كده، لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك سبسكرايب وتوزع الفيديو على قد ما تقدر علشان نكبر القناة. ولو انت أول مرة تشوفني حاول تدعمني بلايك واشتراك، لأن ده اللي بيساعد القناة. وبس كده، نلقاكم في فيديو جديد وسلام.